عن توافق من عدمه في المجال العقدي والفكري وكذا، فإنما في الحقيقة يدافع عن نفسه. هؤلاء الذين دافعوا عنا هم يدافعون عن أنفسهم، هم يعطون عنوانا معينا بأنهم ضد الظلم وضد الاستبداد وضد الفساد وضد كذا، فهذا هو مجالهم. فإذا لا يمكن أن يمن علينا أحد بأنهم دافعوا عنا. دافعتوا عنا كنتوا كديروا الواجب ديالكم، وإلا لماذا أنتم جماعة حقوقية؟ بل نحن المحامون كانوا ممنوعين من الدفاع عنا. أنا زوجتي طافت على عدد من المحامين وحتى واحد ما قبل يدافع عني، وفي النهاية جبروا واحد المحامي من العدل الإحسان الله يجازيه بخير وقبل يدافع عني. وش من دفاع؟ وب6 مليون. يعني محامي ما يدافعش عليك، الصحافي ممنوع يكتب عليك، الرأي العام مغلط، القاضي مبرمج غريب، ومن بعد أنا في الزنزانة وتجيب لي كتاب صك حكم ويفرج عنه سنة 2033. مش تحمق ولا 2033 وأنا عندي 50 سنة تخرجني من العكاز؟ شنو درت؟ صوروا إنسان داخل الزنزانة مغلق ويفرج عنه سنة 2033. هذا ولا الحساب شيء لا يمكن أن يستوعبه. إذن الذين دافعوا عنا لم يدافع عنا اليساريون فقط، دافع عنا الإسلاميون ودافع عنا العدالة والتنمية والعدل والإحسان والتبليغيون واللي ما عنده حتى شي اتجاه، ودافعوا عنا بل ودافع عنا البوليس. والله الذي أنا رأيت ضباط الشرطة يبكون بالدموع لما سمعوا الأحكام المغلظة علينا. رأيت ضباطا يبكون. يا إخوان شوف، اللي ما دخلش الحبس راه ما كيعرفش المغرب. أنتم ما كتعرفوا المغرب غير من برا، سولوا صاحبكم، سولوا خوكم على المغرب. وهذا المغرب أنا كان عندي البوليس والجيش أي واحد عنده علاقة مع النظام عندي ماشي كافر، يعني عصارة الكفر، طواغيت صناديد ولاد الحرام كلهم بدون استثناء. لكن بالحبس والاحتكاك المباشر مع هذا اللي كنسميهم مخابرات الشرطة، عرفت على أن المغرب فيه رجال في كل الاتجاهات. والله لو أنا الآن اسمح الوقت أن أطرح لكم أمثلة لرأيتم أن في أجهزة الديستي وفي اللجة وفي الشرطة وفي القضاء وفي المحامين وفي وكلاء الملك وفي القضاة ناس شرفاء إلى حد بعيد.